السلام عليكم. النهاردة هنعمل كبدة ضاني بالطريقة الاسكندراني مع كبدة مقلية كمان. ان شاء الله الوصفة تعجبكم. اهلا بيكم في دفا البيوت. جبت حوالي كيلو، يعني هي حوالي كيلو كبدة. غسلتها كويس وقشرتها من الطبقة اللي عليها، لان الطبقة اللي عليها دي متبقاش حلوة، ويعني بتبقى بتخلي الكبدة تكش، وفي نفس الوقت بتخلي مش حلوة في المضغ. فشلت الطبقة دي خالص، وابتديت اقطع الكلاوي قطع صغيرة كده. وبعد كده مسكت القلب برضو قطعته قطع برضو صغيرة كده، وزي ما انتم شايفين كده. وبعد كده مسكت الكبدة، مسكتها قسمتها نصين، يعني عملت نص قطع صغيرة ونص شرايح. حطيت قسمتهم كده بالمنظر ده. حطيت الكبدة الكبدة الشرايح، ورحت تبلتها بملح وتوم وتوم باودر وبصل باودر وفلفل اسود، وحطيت ليمون، وحطيت كمون برضو، وحبة خل، وقعدت اقلب كويس قوي. تبلتهم وسبتهم على جنب دلوقتي. جبت بقى بصلتين وسط كده، وقطعتهم شرايح، يعني جوانح صغيرة. حاولت اعملهم يعني شرايح خفيفة متبقاش تخينة. جبت معلقة زبدة وعليهم حبة زيت، ونزلت بالبصل. قعدت اقلب في البصل لحد ما البصل ابتدى ياخد يعني يدبل كده. اول ما البصل ابتدى يدبل كده، نزلت بالكبدة وقعدت اقلب لحد ما ابتدت الكبده تاخد لون كده. نزلت بالفلفل الالوان، ممكن تحط فلفل اخضر عادي مفيش اي مشكله. وقعدت اقلب كويس فيهم. بعد كده حطيت رشه فلفل اسود ومعلقه هريسه شطه. قعدت اقلب. حطيت معلقه توم صغيره. وانا بعمل بمعلقه كده لقيت فيه ميه، وبقى لسه الكبده ما استوتش. حطيت رشه ملح، ورحت بعمل بمعلقه كده لقيت الميه نشفت خالص كده، الكبده استوت. جبت دقيق وحطيت عليه فيجيتار، وقلبت بدرت الكبدة من غير بيض ولا أي حاجة بالمنظر ده. جبت طاسة حطيت فيها حبة زيت صغيرين مش كتير، ورحت نزلت بالكبدة عليها. أول ما ابتدت بقى الكبدة تاخد لون ابتديت أقلبها. عملت طبقة جميلة كده ذهبي وحلوة وخفيفة ومش تخينة. قدمتها بالمنظر ده. ولو عجبتكم وصفتي ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في قناتي. مع السلامة.